الثقافي هو صالون ثقافي أدبي فني، ليس له أي انتماءات سياسية أو انتماءات دينية. نحن ننشر الثقافة والفن والإبداع فقط في الصالون، فهو دي أهداف الصالون المصري، ودي أعتقد دي أهداف جميع الصالونات الثقافية اللي موجودة في مصر، بعيدة عن أي انتماءات حزبية أو دينية. وتحيا مصر. قبل أن نبدأ ندوتنا نعلن عن بدء تشكيل مجلس إدارة لصالون المصري الثقافي. أحب أقدمهم في البداية. ندوتنا الليلة مصر أولا ثم جاءت التاريخ. مصر جاءت ثم جاء من بعدها الكثير من الحضارات. مصر جاءت قبل العرب وقبل بني إسرائيل وقبل كل شعوب الأرض. مصر في أسوأ عصورها وأزماتها كان تاريخها عند الدنيا علم يدرسونه لأولادهم اسمه علم المصريات. إحنا العالم نرجم لغتنا وقراءها، وكم من بعثات جاءت لتدرس وتحدد تاريخ وآثار وعظمة المصريين القدماء. مصر بلد في ملعب الحياة، وكم من شعوب وامبراطوريات دخلوا مصر ليأخذوا منها، منهم من احتل الأرض ومنهم من أخذ خيرها، ولكن في النهاية تنتصر وتبقى تلك البلاد التي لم يكن لها وجود عندما كانت مصر يحكم ملوكها الأرض ويعمرون فيها من شرقها لغربها. عندما كان شكسبير في انجلترا يكتب مسرحيات وشعرا لم تكن امريكا قد ولدت بعد، مع ان شكسبير يعتبر في تاريخ الادب شاعرا من العصر الحديث. عندما كان الشاعر الروماني اوفين يكتب شعري لم تكن الدنيا قد عرفت بعد شيئا اسمه انجلترا. عندما كان الشاعر اليوناني هوميرس ينظم ملحمه الإلياذة كانت الامه الرومانيه لم يكن لها وجود. وحين كان هوميرس ذلك ينظم ملحمة والحمديه تلك فقد كانت مصر قد أمضت 40 قرنا تنشئ أدبا وشعرا. عندما كان العالم والخلق أجمع يسكن الكهوف والجبال وينامون في العراء، كان أجدادنا عرفوا القصور والشراع ويبنون المعابد. والأرض الوحيدة التي تجلى الله عليها وتكلم فيها هي مصر، الدولة التي اقترن اسمها وشعبها وباركها الله في الإنجيل هي مصر، الدولة التي علمت العالم الكتابة ونشأ من أهلها سيدنا إدريس أول من خط بالقلم في التاريخ هي مصر. فنحن من صنعنا أعظم حضارة على وجه الأرض، نحن من صنعنا التاريخ الذي يدرس في جميع أنحاء العالم حتى الآن. مصر جاءت أولا ثم جاءت. ولنبدأ الأستاذة مهجة محمد فرج الشاعرة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شرفت حضرتك ووجودي معكم والموسيقى الموجودة. أهلا بيك. ممكن اللي حضرتك دلوقتي أقول حاجة بسيطة؟ اتفضلي. بسم الله. ماشي، شكرا. أنظر لجميع الوجوه، أرى في العيون الصغيرة من هي ومن أين أتت ومن تكون، فأرد عليهم بخيالي من حيث سؤالهم الود. أنا بنت، أنا بنت مصر بلون ترابها وبشموخها وشمالها. على الصوت بقى تفاصيل الصوت المايك نسيت المايك. حاضر. وبشموخها وثمار أرضها وجميع أزواجها. في حاجة غلط كده؟ ماشي. أنا بنت مصر. أنا من يقال عني الأم التي يتباهى بها في تربية أطفالها، وأنا الأخت من الجميل على كتف أخيها
وفخامة والدها. وأنا البنت من تفخر وتزدهر لأنها بنت لأب يسارع الحياة من أجلها وأم تتكافل في خدمتها. أنا بنت مصر من أقدمها وأتقدم بها وأسارع بها لأقول أنا مصرية من أرض مصرية، ولدت في مصر وأفخر بها وأتمادى بها وأعتز بإني